لما نزل الإذن بالقتال بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرس الطرق كلها من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى تجارتهم بالشام، وبدأ يرسل السرايا سرية بعد أخرى. في السنة الأولى من الهجرة أرسل سرية فيها حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله إلى قافلة عليها أبو جهل، لكن لم يحصل بينهما قتال. وكذلك أرسل سرية بقيادة عبيدة ابن الحارث. وفي رجب في نهاية الشهر أرسل إلى منطقة تسمى نخلح سرية عليها عبيد الله بن جحش. فلما أرسل هذه السرية وكان آخر يوم في يوم رجب، اختلف الصحابة هل نقاتلهم أو لا نقاتلهم، لأن اليوم آخر يوم في رجب، ورجب شهر حرام لا يجوز القتال فيه. قال بعضهم ربما انتهى الشهر ودخل ما يليه، وقال الآخرون وربما أكمل الشهر 30 يوما. فاختلفوا، قالوا إن تركناهم اليوم هربوا منا ودخلوا للحرم، وإن قاتلناهم أصبناهم. فاستقر الرأي عندهم أن يبدأ القتال، وفعلا حصل قتال، وقتل أحد المشركين وأسر 2. فسمع المشركون بهذا فنشروا في جزيرة العرب أن محمدا لا يراعي الأشهر الحرم، وأنه لا يقدسها، وأنه لا يحرم القتال فيها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم، نحن نقركم أننا لا نقاتل في هذه الأشهر الحرم، لكن ما تفعلونه حلال من صد عن سبيل الله، من إخراج الناس من بيت الله، من منعهم عن الطواف بالحرم. هل هذا حلال؟ إذا كان القتال حراما فكيف بالكفر بالله وإلزام الناس بالكفر بالله عز وجل، وكفر به وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به؟ أليس هذا أعظم من القتال في ذلك الشهر؟ والفتنة أكبر من القتل، أي فتنة الناس عن دينهم أكبر من قتلهم. ثم أرجع النبي الأسيرين وأعطى دية المقتول، وبدأت السرايا سرية بعد أخرى. وأنزل الرب عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بدأت آيات القتال تتنزل شيئا فشيئا. أما المنافقون الذين اندسوا بين الصفوف، الذين أظهروا إيمانهم في بادئ الأمر، ما كانوا يظنون أن الأمر فيه قتال وفيه دماء وفيه سيوف وفيها فتن. ما كانوا يظنون الأمر هكذا، ظنوا الإسلام فقط صلاة وصيام وبعض العبادات الظاهرية، فلهذا دخلوا في الإسلام ظاهريا. لكن لما نزل القتال، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، وكأن الموت نزل بهم لما سمعوا آيات القتال. وبدأت السرايا، وسمعت العرب بهذا، وعرف الناس أن هناك قوة جديدة بدأت في جزيرة العرب.